كل عام وأنتم بخير. كشف المعهد عن مدة مكوث هلال شهر شوال واستطلاعه في جمهورية مصر العربية وأكثر من 30 مدينة عربية وإسلامية وأجنبية. سنتعرف معا بالتفصيل، ولكن في البداية لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر تفاصيل توقعات رؤية هلال شهر شوال لعام 1446 هجريا، واستطلاع غرة عيد الفطر المبارك لعام 2025 سواء في مصر أو الدول العربية. كما كشف المعهد عن مدة مكوث هلال شهر شوال واستطلاعه في مصر وأكثر من 30 دولة عربية وإسلامية وأجنبية. وقال المعهد في بيان مساء أول أمس الأحد إن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم السبت 29 من رمضان 1446 هجريا الموافق 29 مارس 2025، وهو يوم الرؤية، على أن يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية. وفي بقية محافظات مصر يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدة تتراوح بين 9 و12 دقيقة. وأكد المعهد أنه بالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدة تتراوح بين 3 دقائق و19 دقيقة. ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم. كما أوضح المركز أن غرة شهر شوال 1446 فلكيا سيكون يوم الأحد 30 مارس 2025، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.